الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جميل أن يضيف الإنسان لعمره أعمار. أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة قصيرة الأعمار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، بينما كان نوح عليه السلام لبث في قومه 950 عام. إذن الأعمار الأمم قبلنا كانت طويلة، 100 200 300 عام. أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم 60 70 عام. لكن الله شرع لنا أمور نفعلها فنزيد في أعمارنا من ناحية الإنتاج. من ذلك تفطير الصائم. من فطر صائما كان له مثل أجره. أنت في رمضان تصوم 30 يوم، يعني 1 شهر، تستطيع أن تفطر كل يوم 10 أشخاص، إذن كأنما صمت 10 رمضانات. فإذا كنت في عمرك قد صمت 40 رمضان فكأنما صمت 400 رمضان إذا كنت مستمر على تفطير 10 صائمين أو حتى صائم واحد. تضيف إلى عمرك أعمار. أنت في رمضان ما تستطيع تصوم أكثر من 10 30 يوم، لكنك بتفطير الصائمين تأخذ أجورهم. أمر سهل. الصائم يصوم ويتعب، وربما ذلك الصائم عامل من العمال يكدح من أول الليل، من أول النهار إلى غروب الشمس، وأنت ربما صيامك نوم إلى صلاة العصر، لكن هذا بتعبه وأجره سيصب في ميزان حسناتك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. إذن يا شباب، لنضيف إلى أعمالنا. فطر، يعطي الله ذلك لمن فطر على تمرة، على مذقة لبن، على شربة ماء. ما أجمل. وأنا يعجبني بعض الشباب ما شاء الله عندهم بعض الأعمال، منهم من يعزم الفقراء في الحي، منهم من يشارك في إفطار في مسجد الحي، منهم حتى من عنده برامج في شركته بجوار بيته، منهم من يذهب إلى بيت الله الحرام ويشارك في هذه السفر. إذن أنت ساهم، تستطيع أن تكسب بتمرات هذا الأمر. بعدين أنا أقول لك شيء، تخيل في تلك اللحظات للصائم دعوة لا ترد، أنت تعطيه الإفطار، أقل واحد سيقول لك ماذا؟ جزاك الله خير. ومنهم من يقول جزاك الله الجنة، ومنهم من يقول رحم الله والديك، ومنهم من يقول عوضك الله، ومنهم من يقول زوجك الله إذا كنت أعزب. وهذه ساعة إجابة، فما أجمل أن تكون ساعة الإجابة الدعوة لك مع إفطار أولئك الصائمين.